بنتي، بنت عمري. سبتيني حسبنا الله ونعم الوكيل، من قتل يقتل. السلام عليكم. في قضايا كتير بتعدي علينا بنسمع عنها حاجات تزعل، نزعل شوية وبعدين ننساها، لكن في قضايا بنقف عندها غصب عننا، مش علشان هي جريمة، لا، علشان تفاصيلها تقيلة جدا وموجعة لدرجة ما تتخيلهاش، وبتكشف قد ايه في بيوت مقفولة بيحصل جواها حاجات محدش شايفها ولا يتوقعها. وقضية النهاردة عن عروسة المنوفية كريمة أحمد، قضية مش بس كسرت قلوب ناس كتير، دي كمان فتحت أسئلة صعبة عن العنف الأسري وعن الست اللي بتتجوز وهي فاكرة إنها داخلة بيت أمان، وتلاقي نفسها محاصرة جوه بيت المفروض يبقى بيتها، ولكن بتكتشف حاجة تانية خالص. كريمة كانت شابة في العشرينات من عمرها، من قرية مشتهر التابعة لمركز طوخ في محافظة القليوبية. بنت زي أي بنت اتجوزت وهي فاكرة إنها بتبدأ حياة جديدة. اتجوزت من واحد اسمه أيمن جمال، سواق نقلة إيد، من قرية ميت برة التابعة لقويسنا محافظة المنوفية. الجواز كان حديث، يعني حوالي من 4 شهور بس، وكريمة كانت حامل في شهرها الثالث، يعني لسه في أول الطريق ولسه الحلم مكملش. من بره الصورة كانت عادية، جواز تقليدي، عروسة جديدة، وناس فاكرة إن الأمور ماشية تمام. لكن اللي اتكشف بعد كده إن من أول الجواز تقريبا الحياة ما كانتش هادية خالص ولا مستقرة زي ما الناس كانت متخيلة. حسب شهادات والدتها وخالتها، المشاكل بدأت بدري جدا، مش بعد سنين ولا بعد خلافات طويلة، لا، من الأول خالص، يعني من أول يوم جواز. كريمة ما كانتش عايشة حياة زوجية طبيعية، كانت معزولة عن أهلها، ممنوعة تتواصل معاهم، تليفونها اتاخد منها والباب اتقفل عليها أغلب الوقت. واحدة حامل في بيت غريب مع ناس غريبة، من غير تليفون، من غير سند، من غير حتى فرصة تحكي اللي بيحصل. المعاملة ما كانتش معاملة زوجة، كانت أقرب لمعاناة خادمة، خدمة طول اليوم وإهانة وضغط نفسي وضرب. وفي محاولة لتخفيف اللي حصل بعد الجريمة، ظهرت تصريحات من والدة الزوج قالت فيها إن الضرب ده كان هزار، ودي كلمة تقيلة قوي، لأن التحقيقات بعد كده نفت الكلام ده تماما، وأكدت إن اللي حصل ما كانش هزار ولا حتى مزاح، ده كان عنف حقيقي ومتكرر طول الوقت. نقطة التحول في القصة كلها كانت يوم الحادثة، واليوم ده بالذات شهادات الجيران كانت حاسمة جدا ومؤلمة في نفس الوقت. الجيران قالوا إن هم سمعوا صريخ عالي جدا خارج من شقة الزوجية دي، يعني صوت خوف، صوت استغاثة. الصريخ فضل مستمر لساعات، مش دقيقة ولا 2، والناس سامعة ومش قادرة تعمل حاجة غير إنها تراقب بس. وفجأة الصريخ ده اتقطع. السكوت اللي جه بعد الصريخ ده كان مخيف جدا. واحدة من الجيران حست إن في حاجة غلط وإن السكوت ده مش طبيعي، فالجارة دي قررت تتحرك وقدرت توصل لأهل كريمة وبلغتهم بكل اللي سمعته. أهل كريمة تحولوا من القليوبية على المنوفية بسرعة جدا، كانوا رايحين وقلوبهم مقبوضة، لكن محدش كان متخيل اللي هيشوفه هيبقى بالشكل ده. لما وصلوا كريمة كانت خلاص فرقت الحياة، وكانت موجودة على السرير، لكن المشهد نفسه كان فيه حاجات مريبة، في محاولات واضحة لتغيير اللي حصل. السجادة اللي يعتقد ان الاعتداء حصل عليها كانت مغسولة، وملابس كريمة نفسها كانت متغيرة، وفي روايات أولية الزوج حاول يقولها في محضر الشرطة، زي ان الوفاة حصلت بسبب هبوط في الدورة الدموية، او انها وقعت من على السلم مثلا. لكن التفاصيل ما كانتش راكبه على بعض خالص. الصريخ اللي سمعه الجيران، الغسيل، تغيير الملابس، كل ده كان بيقول ان في حاجه اكبر بكتير من روايه بسيطه عن سقوط او تعب مفاجئ. النيابه العامه قررت تتحرك بسرعه، وتم نقل الجثمان لمستشفى شبين الكوم التعليمي. وهنا ظهر الدليل اللي انهى اي محاوله للتضليل. تقرير الطب الشرعي المبدئي كان واضح وحاسم، الوفاه ما كانتش نتيجه سقوط ولا نتيجه حاله مرضيه ولا هبوط في الدوره الدمويه. الوفاة كانت نتيجة ضرب مبرح وعنيف طال مناطق متعددة وحساسة جدا في الجسد، والتقرير رصد كدمات وإصابات واضحة جدا، وأكد إن الاعتداء كان شديد، لا وكمان متكرر. بعض المصادر تحدثت كمان عن إثارة استخدام أدوات للعنف، وده بيشير إن اللي حصل مش لحظة غضب عابرة، لكن اعتداء قاسي انتهى بوفاة شابة حامل في شهرها الثالث. وبعد ظهور التقرير تم القبض على الزوج المتهم أيمن جمال. خلال التحقيقات ومع تضيق الخناق عليه اعترف بتفاصيل الواقعة كلها. النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة القضية، وتم تجديد الحبس لحين وصول التقرير النهائي للطب الشرعي واستكمال التحقيقات. القضية انفجرت على السوشيال ميديا، غضب وحزن وصدمة ومطالبات واضحة جدا بالقصاص العادل. ناس كتير ركزت على نقطة إن الضحية كانت حامل، وإن الجريمة دي مش بس أنهت حياة البنت، لا كمان أنهى حياة جنين ما شافش الدنيا لسه. قضية كريمة أحمد ما بقتش مجرد خبر، بقت رمز لكل ست اتعرضت للعنف وسكتت، لكل واحدة اتحصرت جوه بيتها باسم الجواز. القضية دي فتحت ملف العنف الأسري من جديد،
وخلت ناس كتير جدا تسأل ازاي بنت توصل للمرحلة دي من غير ما حد ينقذها. القضية دلوقتي بقت في ايد القانون، مش في ايد اي روايات ولا تبريرات ولا حتى اعذار. التحقيقات اتعملت وتقرير الطب الشرعي قال كلمته، والمتهم اتحبس على ذمة القضية في انتظار الحكم النهائي. اللي حصل اتسجل في اوراق رسمية وهيتحاسب عليه بالقانون، مش بس بالكلام وخلاص. قضية كريم احمد مش محتاجة تعاطف زيادة، لا، محتاجة عدالة واضحة جدا وحكم عادل يثبت ان العنف الاسري جريمة كاملة الاركان. الحكم في القضية دي مش هيبقى بس على شخص، ده هيبقى رسالة ان القانون موجود، وان اللي يفكر يكرر الجريمة دي لازم يعرف ان الحساب هيجي عاجلا ام اجلا. وكده وصلنا لنهاية الحلقة، اشوفكم في فيديو جديد، وسلام.